السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الصفه اللي غير بطفويره وحده وكتوجد وكتجي معلكه. يا سلام، شوفوا معايا المريقه كي تجي خاطره. انا غادي نحتاج عندي هنا الطر ديال الدجاج اللي من طبيعه الحال غسلته بالملحه والحامض، نقيته مزيان، سقطرته درته هنا في الطنجره ديال الضغط اللي هي الكوكوت. وغادي نبدا نضيف هنا العطريه، غادي نضيف واحد المعلقه صغيره عامره ديال الخرقوم البلدي، غادي نضيف معلقه عامره ديال السكينجبير. هذا قياس التر ديال الدجاج، عندي معلقه صغيره عامره ديال الابزار، ونضيف واحد العويد ديال القرفه، نضيف الملحه. المهم الملحه على حسب الذوق، من بعد كندوقو نشوفوا واش هو هذاك في الملحه ولا نزيدو. هنا غادي نضيف شويه ديال الزيت الروميه، وغادي نخلي البلديه حتى الاخر كيف العاده، دائما كنخلي البلديه حتى الاخر عاد تنضيفها. غادي نجيب هنا البصله اللي قطعتها هكا جوانح، عندي هنا 3 طريوس كبار قطعتهم، وغادي نضيفهم للدجاج. غادي نحرك مزيان العطريه مع الدجاج مع البصله، تتخلط ليا مزيان العطريه مع البصله والدجاج باش نوضعها فوق البوطه باش تشحر، لان كنشحر انايا هاد المريقه ديال السفه تجي جيده بزاف. الا شحرناها غادي نوضعها فوق البوطه. دابا غادي نشعل عليها ونوضعها فوق البوطه صافي. هنا هي كنشحر فيها، راه باقي ما بللتش، درت الماء كيطيب، كندير الماء يطيب باش نبلل، وغادي نبدا هنا غير كنشحر مره كنجي نحركها ونخليها على نار هاديه تتشحر ليا. يعني هنا عاود رجعت ليها، غادي نبلل، غادي ندير الماء اللي هو طايب، يعني يكون نيت طايب مزيان صافي. شوفوا معايا راه ما كثرش البلول بزاف لان البصله باقي تطلق الماء ديالها، غير شويه باقي ما عمرتش حتى الفوق صافي. وغادي ما غاديش ندير الصفاره، غادي هنا نرد الغطا ونخليها يطيب. عرفتي الدجاج غيطيب. هنا البنات مشات ليا اللقطه الاولى، وضعت كيلو ديال السفه في قصريه، ودرت ليها الزيت ودرتها تفوري، غير الزيت بوحدها، ودرتها في الكسكاس طفرت. منين فارت طلعت الفوره، غادي نجيب الماء اللي طابت فيها السفه وغادي نوضع فيها هاد السفه كلها. كما قلت لكم درت الكميه كيلو، هاد الكميه كلها غادي نديرها في هذاك الماء اللي انا غليت فيه اولا اللي فورت فيه التفويره الاولى صافي. وغادي نبدا كنحرك باش البلاصه اللي نشفت تنزل لتحت واللي فازقه طلع. شوفوا معايا راه ما تخافوش منها، راه ما كتعجن ما والو. حتى نبدا نخلطها هكا غير باش تشرب ليا. راه عرفتي بهذه الطريقه غادي نزيدو غير هاد الفوره الاولى من طبيعه الحال راه هي تنفوروها عادي، ولكن هذه هي التفويره اللي كما قلت لكم تفويره واحده، ولكن راه فعلا تفويره واحده الاولى راه غير كنديروها باش ما تلصقش لينا بالزيت صافي. كنديروا هذه المرحله. المهم من بعد ما خليتها واحد 5 دقائق في الماء طايب، غادي نصفيها. درت الكسكاس ديالها نيت ولقيت لها واحد القصريه باش ينزل هذاك الماء صافي. هنا راه غادي نوضعها في هاد القصريه ونخليها تنشف شويه. واخا تتبان لكم هكا راه ما معجنه ما والو، دابا تشوفوها معايا صافي. غادي نسرحها باش تتشرب. هي خليتها واحد 10 دقائق هكا ولا سرحتها ومشيت خليتها مريقه راه تطيب، وضفت الماء ثاني يعاود يغلى باش نعاود نفور فيه هاد التفويره صافي. هاد التفويره هي الاخرى يعني وتطيب تبارك الله تتولي شهوه منها. هنا ملي رجعت لها لقيتها شربات شويه داك البلول ولا داك الماء اللي درنا فيها، ضفت مليحه وغادي نبدا كنخلط. هذا الفيديو البنات سمحوا لي راه زربت عليه لان كنت مزروبه، يعني ما طلعش بكري، داكشي باش مشات لي ديك اللقطه فاش صاوبت الصفه في الاول صافي. غنجيب واحد الطبيصيل اللي انا سخونه وغادي نبدا كنهز، وغادي نعاود نضيفها للكسكاس باش ندير لها التفويره صافي. هذه هي الاخيره يعني بلا قوه التفوار. شوفوا معايا هنا المريقه راه نقصات البلول، غادي نخليها تزيد شويه تنقص البلول ديالها باش تجي خاطره تبقى ديك البصيله والمريقه. شوفوا اللحمه محمره طيبه شهوه منها. غادي نجيب شويه ديال القرفه بودره
ونضيف واحد جوج معالق كبار ديال سنيده. هذا السكر سنيده تيبقى اختياري، انا كتعجبني في حقها، كتجي لذيذه مع القرفه والسكر، تجي شويه زوينه معلكه وزوينه. ولكن اللي ما بغاش السكر ما يديروش حتى هي راه تجي زوينه. صافي نخلي غير هذا السكر يذوب مع القرفه واحد شويه ونطفي عليه. هنا وريتكم من بعد ما طلعت الفوره تنغطي بالغطا ونخليها طيب، غطيتها وخليتها طيب. صافي من بعد غادي نضيف لها الزبده وغادي نقادها. شوفوا معايا هنا المريقه راه اختارت حتى تتبان لك المريقه وقفات. صافي غادي نضيف شويه الزيت البلديه، تنضيف واحد شويه ديال الزيت البلديه اولا ديروا سمينه ونطفي عليها. هنايا البنات شوفوا معايا حطيتها، راه ضفت لها هنا الزبده، درت لها الزبده ما تشداتش. المهم انا كنزربها، سمحوا لي بزاف. شوفوا معايا كي طابت تنوريكم، يعني طابت شهوه منها دغيا في ساعه ما تشدش الوقت. من بعد ما درت لها الزبده هنا الاضاءه نقصات شويه، ضفت الزبده الصفا وواحد جوج ساشيات ديال منسم ديال فاني باش تعطينا واحد النكهه زوين. صافي غادي نبدا ندير الطبقه الاولى ديال الصفا ونحط عليها الدجاج والمريقه. شوفوا كي تجي المريقه خضره وتجي بنينه بزاف بزاف. وغادي نكمل هاد المريقه. صافي باش ندير الطبقه الثانيه ديال الصفا كيف العاده، يعني هادشي راه عارفين كلشي عارفو. صافي وغادي ندير الطبقه الثانيه ديال الصفا وغادي ندير لها غير قريفه، غير انا وليداتي ما غندير لها لا ديكورات لا والو، ندير غير القرفه والسكر كلاصي وشويه كاوكاو من الفوق. صافي وغادي نتعشاو بها. المهم الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من التعليق والبارطاج والاشتراك في القناه، فضلا وليس امرا، ولي لايك. الله يجازيكم بخير وشكرا، بصحه وراحه.